الجمال، بس وين الاهتمام؟ محمد علي هبة: أسود اليمن لا تعيقهم الجمال ولا الجبال يعيقهم في التحدي. عبد القادر العمقي: ما شاء الله، هذه الرياضة تشجع اللياقة وأتمنى أن تنتشر ويقام عليها تحدي ومباريات. وجدي العامري: قمة الروعة والجمال والإبداع الرياضي. أما الأخ عدنان فيصل العثماني، يمكن جاب تعليقه بطريقة شعرية: رياضة القفز يا آزال ممتازة، فيها التحدي وفيها يفرح الجمهور، أول لياقة لأبناء اليمن حازة أعلى المراتب على ظهر الإبل والدور. بنشكرك يا عدنان. حافظ الجماعي: رياضة القفز على الجمال موروث رياضي تشتهر به اليمن كغيره من أنواع الفنون التي تزخر به بلدنا الحبيب، بلد الحضارة والإرث الجميل. عبد الله العامري: اليمن البلد الوحيد الذي يوجد فيه هذه الرياضة النادرة في العالم العربي، فيجب الحفاظ عليها من الانقراض. عبد الله يحيى ذياب: هكذا شباب تهامة موهوبون في الخفة والرياضة، فالزرانيق مشهورين من زمان. مبروك قيرة: هذه هي الرياضة الحقيقية اليمنية، لا قال لها دوري دارت، يقفز من عالي سماها. صالح البشيري: رياضة القفز من فوق الجمال واحدة من أروع الرياضات الموجودة في اليمن، فأتمنى من المسؤولين الاهتمام بها. عبد الرحمن: مواهب رائعة، بس في دولة دمرها القات وراحت في صراعات وحروب طائلة، لماذا لا أرى هل هو الصراعات من أجل السلطة أم من أجل المال؟ بالتأكيد يا عبد الرحمن الاثنين. محمد أمين البعداني: كم أعشق تلك الرياضة، يا لها من قفزة رائعة. حيدر يوسف الريمي: رغم عدم الاهتمام بهذه الرياضة إلا أن الإرادة والعزيمة لليمنيين عنوان للتألق والإبداع. سمير عبد الله: نعم، رياضة قديمة ورائعة، لكن اليوم نرى رياضة جديدة وأصبحت منتشرة، وهي رياضة الاغتيال والقتل من على الدراجات النارية. بنشكرك يا سمير، ولكن للأسف هذا ما هو حاصل، وخلونا نواصل تعليقاتكم اللي وصلتنا عبر الواتساب. حنبدأ